يسعد اوقاتكم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعنا في هذه اللحظات وفي فيديو جديد ضمن قناتنا ان شاء الله. اليوم رح نحكي عن بطولة ستنطلق ان شاء الله يوم الجمعة القادم الساعة 10 مساء بألمانيا بمدينة ميونخ، وتحديدا في ملعب نادي بايرن ميونخ، وتجمع المباراة منتخبي المانيا واسكتلندا. اكيد الكل يعرف عن شو عم بحكي. عم بحكي عن بطولة اوروبا بكرة القدم في نسختها رقم 17 التي سوف تنطلق كما قلت في المانيا ان شاء الله يوم الجمعة القادم. طبعا هذه البطولة تعتبر ذات الأهمية الثانية على مستوى العالم بعد بطولة كأس العالم، تتفوق على بطولة أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا من حيث متعة المباريات ومشاركة النجوم في هذه البطولة. قبل ما نحكي عن البطولة الحالية خلينا نحكي بس لمحة سريعة عن هذه البطولة اللي نشأت في عام 1956 كفكرة، لكن في عام 58 تم اقرار النظام هذه البطوله، واللي كان بيقتضي اجراء تصفيات ثنائيه، ما في مجموعات وانما تصفيات ثنائيه بين الفرق. في النهايه بيصلوا 4 فرق للدور نصف النهائي. في النصف النهائي يتم اختيار دوله من هذه الدول الاربعه لتستكمل المباريات فيها، وفي النهايه يتم وصول الى مباراه نهائيه واحراز اللقب. اول مباراه نهائيه كانت بعام 1960 شاركوا فيها منتخبين ما عادوا موجودين حاليا على الساحه الدوليه، اللي هن منتخبي الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. الاتحاد السوفيتي طبعا ورثتها روسيا، ويوغوسلافيا ورثتها صربيا، رغم انه هذا في ظلم حقيقه المنتخبات الاخرى اللي كانت منضويه تحت الاتحاد اليوغوسلافي من امثال كرواتيا او البوسنه والهرسك. المهم منتخب الاتحاد السوفيتي فاز بهدف واحد مقابل لا شيء، واحرز اللقب الوحيد للاتحاد السوفيتي ولروسيا اللي تحتفظ بهذا اللقب حتى وقتنا الحاضر. البطولة استمرت بهذا النظام الثنائيات إلى عام 1964. بعام 1964 تم اعتماد نظام المجموعات في التصفيات. في النهاية يصل أيضا 4 منتخبات إلى الدور نصف النهائي. يتم اختيار منتخب من هذه المنتخبات لاستكمال التصفيات، استكمال البطولة، ومن ثم إحراز اللقب. الموضوع استمر على ما هو عليه حتى عام 1980. بعام 1980 تنظمت البطولة بشكل أفضل، أصبح لدينا دولة مستضيفة لهذه البطولة تعرف سلفا، ومن ثم تجري تصفيات بنظام المجموعات للوصول إلى تصل 7 فرق إلى المباريات النهائية، ومن ثم تقسم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق، وتلعب فيما بينها مباراة ببطولة دوري من مرحلة واحدة، ثم دور نصف نهائي، ثم مباراة نهائية. ظل الموضوع مستمر من عام 80 إلى عام 96. بال 96 رفعوا عدد الفرق إلى 16 فريق، ثم رفعوا عدد الفرق إلى 24 فريق ابتداء من بطولة عام 2016، وهو عدد نفسه الموجود حاليا في بطولة ألمانيا بعام 2024. كما ذكرنا الاتحاد السوفيتي كان هو أول فريق أحرز اللقب بعام 1960. أما أكثر منتخب حقق البطولة فهو منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا، كل منهما أحرز اللقب 3 مرات، فيما أحرزت إيطاليا لقبين وفرنسا أيضا لقبين، فيما أحرز لقب واحد كل من منتخبات هولندا، البرتغال، التشيك، روسيا، الدنمارك واليونان. وهون بدي بس أذكر ملاحظتين صغار. طبعا التشيك احرزت اللقب تحت مسمى تشيكوسلوفاكيا، لما كان في دوله اسمها تشيكوسلوفاكيا ثم انفصلت الى دولتين، دوله التشيك ودوله سلوفاكيا. والحقيقه الدولتين بتوقع موجودين معنا في هذه البطولة إن شاء الله. وأيضا منتخب الاتحاد السوفيتي طبعا تفكك فيما بعد وأصبح مجموعة من المنتخبات، من أهم منتخب روسيا، واللي طبعا لن يكون مشاركا في هذه البطولة بسبب العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي. المهم اكثر منتخب وصل الى النهائيات هو المنتخب الالماني كالعاده، وصل الى المباراه الى البطوله، شارك في البطوله 6 مرات، يليه منتخب اسبانيا وايطاليا وروسيا، سواء كان بمسماها كاتحاد السوفيتي او مسماها كروسيا، ووصلوا 4 مرات. بالعوده فقط الى الذين احرزوا اللقب خلال السنوات الماضيه، في لقبين حقيقه كانوا لقبين مميزين انا برايي الشخصي وانا تابعتهم. لقب عام 1992 بالبطوله اللي جرت في المانيا وفازت فيها الدنمارك، وايضا في بطوله 2004 اللي جرت في البرتغال وفازت فيها منتخب اليونان. بطوله عام 92 الدنمارك لم تكن مشاركة أساسا في البطولة، كانت خارج البطولة بالتصفيات وخسرت مع يوغوسلافيا، وتأهلت يوغوسلافيا إلى البطولة النهائية، لكن بسبب عقوبات على الاتحاد اليوغوسلافي لكرة القدم بسبب أحداث البوسنة والهرسك اللي كانت موجودة، أحداث دامية لا مجال لذكرها الآن، تم طرد الاتحاد اليوغوسلافي من البطولة، وبالتالي تم اختيار المنتخب صاحب المركز الثاني بمجموعته اللي هو كان المنتخب الدنماركي.
منتخب الدنمارك اجى قبل حوالي 3 اشهر، يعني هذا الكلام كان كله قبل 3 اشهر من بدايه البطوله، وحتى يمكن اقل من 3 اشهر وقتها كان. فالمنتخب الدنماركي جمع على عجل وذهب الى المانيا بقياده طبعا الحارس الرائع بيتر شمايكل. وصل للبطوله واستمر بتصاعد في هذه البطولة إلى أن وصل إلى المباراة النهائية وأحرز اللقب في ألمانيا بمفاجأة كانت تعتبر من العيار الثقيل. منتخب لم يستطع التأهل عن طريق التصفيات، ولكنه في النهائيات تمكن من إحراز اللقب. أيضا في عام 2004 المنتخب اليوناني طبعا ما كان نهائيا مرشح لأنه يعمل أي شيء، منتخب جديد ويشارك لأول مرة كان في النهائيات. وفي في البرتغال، وقتها كان المنتخب البرتغالي منتخب يضم نجوم اللعبة على مستوى العالم من أمثال كريستيانو رونالدو، ومع ذلك في المباراة النهائية تمكنت اليونان من الفوز على كريستيانو رونالدو وعلى المنتخب البرتغالي على أرضه وبين جماهيره، وإحراز اللقب الأول والأخير حتى هذه اللحظة للمنتخب اليوناني. طبعا أفضل كريستيانو رونالدو طبعا هو أفضل هداف للبطولات مجمعة. رونالدو شارك بالبطولة من عام 2004 لعام 2024 هلا حاليا كمان ضمن منتخب برتغاليا، يعني شارك 20 سنة. ضمن هذه ال 20 سنة سجل 14 هدف، لذلك يعتبر هو الهداف التاريخي للبطولات الأوروبية بشكل عام. أما أفضل هداف في بطولة واحدة فكان النجم الذهبي الفرنسي ميشيل بلاتيني في عام 1984 لما قاد منتخب فرنسا الذي كان يستضيف البطولة، ولكنه لم يكن مرشحا لإحراز اللقب، رغم أن المنتخب كان قدم مباريات رائعة جدا في كأس العالم بإسبانيا قبل سنتين بعام 82، لكن بال 84 كان في فرق ثاني مرشحة أكثر منه، مما منتخب ألمانيا طبعا اللي كان لعب المباراة النهائية لكأس العالم قبل سنتين واللي كان حامل اللقب بعام 1980. لكن منتخب فرنسا فاجأ الجميع، هو المنتخب الإسباني أنه وصلوا الاثنين للمباراة النهائية وفازت فرنسا على إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء. لذلك ميشيل بلاتيني يعتبر الهداف الأفضل في بطولة واحدة برصيد 9 أهداف. البطولة اللي تجري يوم الجمعة القادم إن شاء الله في ألمانيا، ستشارك فيها كما قلت 24 فريق. قسمت هذه الفرق إلى 6 مجموعات. ال6 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، طبعا تلعب الفرق مع بعض البعض من كل مجموعة مباراة من دوري مرحلة واحدة. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ومن ثم يتم اختيار 4 فرق احتلت المركز الثالث بالمجموعات تضاف إلى الفرق نسبة عدد الفرق 16 في الدور الثاني، وتستمر البطولة هكذا بثنائيات إلى أن نصل إلى المباراة النهائية. بطولة أوروبا هي البطولات من البطولات القليلة التي ليس فيها مباراة مركز ثالث ورابع، خلاص بيعتبروا إنه المباراة النهائية هي المباراة الحاسمة في هذه البطولة، وذلك لن يكون هناك مباراة مركز ثالث ورابع ضمن إطار هذه البطولة. الفرق قسمت كما قلت إلى 6 مجموعات. المجموعة الأولى ضمت ألمانيا، اسكتلندا، المجر، وهي من الفرق التاريخية اللي كان لها باع طويل ضمن بطولات أوروبا، لكن هذا الكلام كان بالستينات والخمسينات من القرن الماضي. لكن المنتخب المجري بعدين اختفى عن الوجود واختفى عن البطولات نهائيا، وأصبح حضور شرفي. لا نعرف هذه المرة ماذا يمكن أن يفعل. المهم أن المنتخب المجري سيكون موجودا ضمن إطار المجموعة الأولى، وسيكون معه المنتخب سويسرا. بالمجموعة الثانية حيكون في عندنا إسبانيا معها كرواتيا وإيطاليا وألبانيا. وألبانيا تشارك في هذه البطولة لأول مرة في تاريخها في مفاجأة كبيرة جدا فعلتها في التصفيات. في المجموعة الثالثة رح يكون في عندنا سلوفينيا، الدنمارك، صربيا وإنجلترا. طبعا إنجلترا اللي حلت المركز الثاني بالبطولة الماضية، وآخر بطولة طبعا فازت فيها إيطاليا، يمكن الكل بيتذكرها قبل 4 سنوات عندما تمكنت إيطاليا من الفوز في المباراة النهائية على منتخب إنجلترا بضربات الجزاء الترجيحية. ووقتها كان فشل كبير للمنتخب الإنجليزي الذي كان يلعب على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي الشهير. في المجموعة الرابعة سيكون لدينا بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا. أما في المجموعة الخامسة فسيكون لدينا بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا وأوكرانيا. أيضا رومانيا تعود مرة أخرى إلى هذه البطولة. رومانيا طبعا لها كان صولات وجولات في بداية التسعينات من القرن الماضي، سواء كان على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد العالمي، لكن فيما بعد تراجع المنتخب الروماني ولم أسوة بالمنتخب البلغاري أيضا، لكن منتخب رومانيا الآن يعود مرة أخرى إلى الواجهة ويشارك في هذه البطولة. في المجموعة السادسة سيكون لدينا تركيا وجورجيا التي تشارك لأول مرة. طبعا جورجيا هي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وتشارك لأول مرة في النهائيات تحت مسمى جورجيا.
وسيكون مع التركي مع الأتراك والجورجيين. سيكون لدينا منتخب البرتغال والمنتخب التشيكي في نفس المجموعة. كما ذكرت، المباراة الافتتاحية ستكون المجموعة القادمة إن شاء الله بالعاشرة مساء بمباراة ألمانيا واسكتلندا ضمن إطار المجموعة الأولى، فيما ستجري المباراة النهائية في مدينة برلين إن شاء الله في 14 من شهر 7 القادم. كما ذكرت الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل. أفضل 4 ثوالث من المجموعات الستة يتأهل إلى الدور الثاني، يصبح لدينا 16 فريق. الحقيقة لأول مرة سيتم مشاركة عدد كبير من المدن الألمانية في استضافة هذه البطولة. رح يكون في عندنا ميونخ وكولن وبرلين ودورتموند وهامبورغ وشتوتغارت وجيلزنكيرشن وفرانكفورت ودوسلدورف ولايبزيغ. عدد كبير من المدن سوف تستضيف هذه البطوله، وانا يعني سمعت من بعض الاصدقاء الموجودين في المانيا حاليا بان فعلا استعدادات وحمى هذه البطوله بدات تستعر في المانيا، والامور يعني مستمره باثاره كبيره ضمن اطار هذه البطوله. هذا كان كل شيء لدينا اليوم. اذا بطوله كاس اوروبا سيكون متابعه لطيفه ان شاء الله اعتبارا من يوم الجمعه القادم. بيكون طبعا خلصت الامتحانات كمان عنا، فان شاء الله بنتابعها بكل رياحه، بنعيد مع البطوله وننسى شوي اللي صار طبعا امبارح، وما بدنا نعيد ونفتق بالكلام اللي على مثل ما بيحكوا يعني بالكلام حول منتخب سوريا وما حدث بالامس في بطوله تصفيات كاس العالم والخروج المذل حقيقه للمنتخب السوري. انا صراحه يمكن شايفيني انا من حوالي اكثر من سنه ما عاد نزلت فيديوهات عن منتخب سوريا ولا عن اي شيء يتعلق بالكره السوريه، لانه الوضع سيء جدا، ويعني دائما بنحط امال وبنقول ايه يمكن ورح يصير وكذا، بعدين بيطلع كل شيء في الهواء. فبالتالي ما حبينا انه ننجلط ولا انه يعني يصير معنا ازمات قلبيه، ولا انه نحط امال ونحط الجمهور على انه رح نعمل ورح نساوي. بالنهايه الكل بيكون موضوع سيء جدا. ويعني كنا متاملين هالمره انه مع رفع العدد الانديه او المنتخبات عفوا المشاركه في تصفيات في النهائيات كاس العالم انه المنتخب السوري يكون له دور. لكن انا حقيقه قلت للعالم كلها قبل ما تبلش التصفيات انه منتخبنا اذا ما ظل يدار بهذه العقليه التي يدار بها حاليا، لو جبنا افضل المدربين لن نستطيع ان نفعل شيئا. وبس كلمه على الهامش دخلنا بالحديث، هيكتور كوبر ليس الرجل المناسب لمنتخبنا الوطني. أنا حكيت سابقا إنه هيكتور كوبر بالتصفيات، نعم نحن نلعب كرة دفاعية لأنه نحن ما عندنا احتمالات ثانية نلعبها أو ما تدربنا على أن نلعب باحتمالات ثانية، لكن المنتخب بحاجة إلى كرة هجومية، حاجتنا دفاع. جربناها كثير هالكلام هذا، وفي النهاية ننتقل من فشل إلى فشل إلى فشل. عندنا لاعبين بيلعبوا بأفضل الدوريات في أمريكا الجنوبية الآن، وحتى في بعض الأندية الجيدة على المستوى الأوروبي، لكن تنظيم وتوظيف هذه المجموعة دائما يكون بشكل سيء جدا. ما بدي أطيل بهذا الكلام، لأنه هذا كلام عم نحكي مثل ما بيقولوا إخوتنا بمصر ينفخون بأربة مقطوعة، يعني الكلام كله ليس له من داعي. على كل بتمنى هيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكون يعني قدمت لكم معلومات مفيدة حول البطولة القادمة إن شاء الله اللي حتشوفوها. بتمنى يكون في تفاعل منكم مع القناة، تحفونا بتعليقاتكم، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وأكون لكم من الشاكرين. شكرا لكم، لقانا إن شاء الله بالفيديو القادم مع بداية هذه البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.